التحديد نتاع المباريات والتحديد الملاعب مازال خصو أشواط من المشاورات ومن المفاوضات ومن التقلبات ومن الأمور التي ستحدث في المستقبل. ليقين اليوم هو أن هذا الترشيح نعتبره ترشيح قارتين، أفريقيا وأوروبا، وترشيح واحد ل3 دول. الأمور الرسمية تأخذ طابعها. من حق أي منبر إعلامي في إسبانيا أو المغرب أو البرتغال أو في العالم أنه يبرز التكهنات نتاعو وينقل الأخبار. والجهات الرسمية المشرفة على تنظيم كأس العالم المشترك بين إسبانيا والبرتغال والمغرب ما كاينش في الأعضاء نتاعها رؤساء الفروق الأندية لا في المغرب ولا في إسبانيا ولا في البرتغال. ونحن ربما الأوفر حظا بوجود الملعب الأكبر، ملعب الحسن الثاني ب 115,000. احنا اللي مهم عندنا اليوم هو أننا نشتغل وفق أجندة يعني متميزة، يعني تبرز طاقة المغرب وتحطم كل الأرقام. تكلمت لكم على 2 الملاعب جاهزة لاحتضان المونديال بعد أسابيع اللي هي طنجة والرباط والمركب الأمير مولاي عبد الله. الأشغال انطلقت في أكمر ملعب الحسن الثاني بن سليمان. انطلقت الأشغال الفعلية لبنائه ويكون جاهز إن شاء الله في سنة 27. هذا هو همنا وهذا هو شغلنا. ومن بعد القرار فين غادي نلعبوا إلى غير ذلك كاين المعايير وكاين الأمور الفيفا بطبيعة الحال. كرويا فالاختيار دائما على مباراة الافتتاح والنهائي تكون على أكبر ملعب جاهز لاحتضان المونديال.